عمرك وقفت قدام المراية وبصيت لنفسك كده وسألت: هو أنا راضي عن نفسي، عن حياتي، عن اللي وصلت له؟ يمكن الإجابة كانت لأ، أو يمكن مش عارف. بس جواك صوت صغير بيقولك: أنا عايز أبدأ أغير حياتي، بس مش عارف أبدأ منين. الصوت ده هو البداية الحقيقية، هو أول خطوة في أي رحلة تطوير ذاتي. الفيديو ده معمول علشانك أنت، علشان تفهم إزاي تبدأ رحلتك في تطوير نفسك من النهاردة، مش بكرة. بص يا صاحبي، خليني أحكي لك حاجة من قلبي. من كام سنة كنت زي أي حد، حياتي ماشية بالعافية، يومي كله عشوائي، بنصحى متأخر، بشتغل بالعافية، وبرجع آخر اليوم تايه ومخنوق. كنت دايما أقول لنفسي: هبدأ لما الظروف تتحسن، هبدأ لما يبقى عندي وقت، هبدأ لما أكون جاهز. بس الحقيقة الجاهزية عمرها ما بتيجي، ولو فضلت مستني اللحظة المناسبة هتفضل مستني طول عمرك. في يوم كده كنت راجع من الشغل وتعبان نفسيا جدا، وقفت قدام المراية وبصيت لنفسي بصدق وقلت: محمد، لو ما بدأتش النهاردة مش هتبدأ أبدا. ومن اليوم ده بدأت، مش بداية مثالية ولا فجأة اتغيرت، بس بدأت أتعلم خطوة بخطوة، أعيش صح، أفكر صح، وأنظف حياتي من العشوائية. اللي اكتشفته إن رحلة تطوير النفس مش رفاهية، دي ضرورة علشان تعيش حياة ليها معنى وتبقى راضي عن نفسك بجد. يعني إيه تطوير الذات فعلا؟ الناس بتفهم تطوير الذات غلط، بيفتكروا إنه إنك تصحى بدري وتشرب قهوة وتقرأ كتاب وخلاص. بس الحقيقة أعمق من كده. تطوير الذات الحقيقي هو إنك تبص جوه نفسك بصدق، تعترف إن عندك حاجات محتاجة تتغير، تواجه ضعفك وتتعلم تتقبله، مش علشان تبقى كامل، لكن علشان تبقى أفضل من امبارح. الفرق بين اللي بيتغير واللي بيفضل مكانه إن الأول قرر يتحمل مسؤولية حياته حتى لو الدنيا صعبة. خطوات تبدأ بيها من النهاردة. دلوقتي خلينا نخش في الجد. إزاي تبدأ رحلتك في تطوير نفسك من النهاردة فعلا؟ واحد، أعرف نفسك الأول قبل أي خطوة. لازم تعرف نفسك. اسأل نفسك: إيه الحاجات اللي بتحركني؟ إيه اللي بيضايقني؟ إيه نقاط قوتي وضعفي؟ خد ورقة واكتب، ما تستهونش بالده. الكتابة دي بتفهمك نفسك، لأنك مش هتعرف تروح فين من غير ما تعرف أنت واقف فين. اتنين، نظم يومك ببساطة. مش لازم جدول دقيق زي الساعة، ابدأ بروتين بسيط. نص ساعة الصبح لنفسك، تقوم بدري، تشرب مية، تتحرك شوية، تكتب خطة بسيطة ليومك. خلي بالك، الاستمرارية أهم من الكمال. يعني تعمل القليل كل يوم أحسن بكتير من إنك تعمل كتير يوم واحد وتكسل بعدها. تلاتة، ابدأ بعادة واحدة. بس ناس كتير بتغلط في دي، بيحاولوا يغيروا كل حاجة مرة واحدة وبعدين بيتعبوا. ابدأ بعادة واحدة صغيرة، مثلا تقرأ 10 دقايق في اليوم، تمشي 15 دقيقة، تبعد عن الموبايل قبل النوم بنصف ساعة. العادات الصغيرة دي هي اللي بتبني شخصيتك الجديدة، ولما تلتزم بيها ثقتك في نفسك بتكبر. أربعة، اختار البيئة الصح. ابعد عن الناس اللي بتسحبك لتحت، ابعد عن السخرية والطاقة السلبية. خليك وسط ناس عندها نفس الطموح، ناس بتشجعك مش بتكسرك. حتى لو مش لاقيهم في حياتك الواقعية، دور عليهم أونلاين، تابع محتوى مفيد، واسمع اللي بيتطورك مش اللي بيستهلكك. خمسة، كمل حتى لو فقدت الحماس. مش كل يوم هتبقى متحمس، بس كل يوم تقدر تختار تكمل. الفكرة مش إنك تبقى فاير طول الوقت، لكن إنك تلتزم حتى في الأيام الصعبة. لما نفسك تقع، ارجع واسأل نفسك: أنا بدأت ليه من الأول؟ ولما تفتكر السبب الحقيقي، الحماس بيرجع. الجانب العقلي والنفسي، تطوير نفسك مش بس في الجيم أو الكتب، هو كمان في دماغك، في طريقة تفكيرك. ما تخافش من الفشل، هو جزء من الطريق. الفشل بيعلمك أكتر من النجاح نفسه، بس بشرط إنك تتعلم وتكمل. ما تقارنش نفسك بحد، كل واحد ليه ظروفه وطريقه وسرعته. المقارنة بتقتل طاقتك. قارن نفسك بنفسك امبارح مش بحد تاني. الجانب الروحي والداخلي، خد بالك، التطوير مش معناه تبقى جاسي على نفسك. طورها، بس حبها وهي في الطريق. خد وقتك تتنفس، تصلي، تتأمل، تشكر ربنا على النعم اللي عندك. ساعتها هتلاقي السلام الداخلي اللي يخليك تكمل من غير ضغط. اللي بيهتم بروحه بيعرف يعيش بهدوء حتى وسط الزحمة. لحظة الصدق دلوقتي. بعد كل الكلام ده، اسأل نفسك بصدق: إيه اللي منعني أبدأ النهاردة؟ مش الوقت ولا الظروف ولا حتى الفشل. اللي منعك هو الخوف. خوف من إنك تبدأ وتتعب ومتوصلش، خوف من نظرة الناس. بس خليني أقولك الحقيقة،
الخوف ده مش هيروح إلا لما تبدأ. ابدأ بخطوة صغيرة، نص ساعة لنفسك، كتاب بسيط، تمرين، عادة صغيرة. بس ابدأ دلوقتي. كل الناس اللي نجحت بدأت بخطوة، ما استنوش الظروف ولا الجاهزية. استنوا اللحظة دي اللي جواك دلوقتي، اللحظة اللي بتقولك أنا خلاص تعبت من التأجيل وعايز أبدأ. لو وصلت لآخر الفيديو ده يبقى جواك الرغبة الحقيقية إنك تتغير، وده أهم من أي حاجة تانية. الطريق مش سهل، بس صدقني يستاهل. كل يوم هتشوف في نفسك فرق، كل عادة جديدة، كل فكرة إيجابية، كل تحدي بتكسبه، كل ده بيبنيك خطوة بخطوة، وأنا معاك في الرحلة دي. كل أسبوع فيديو جديد، كل يوم فكرة وطاقة تخليك أقوى. ابدأ النهاردة، لأن بكرة مش مضمون، ومفيش وقت أحسن من دلوقتي علشان تبدأ تبني نفسك اللي بتحلم بيها. محمد لايف ستايل، مهامد لايف ستايل، رحلتك لتطوير نفسك بتبدأ النهاردة مش بكرة.